لاعب موهوب وفنان ومستقبل تونس الأول والملقب بجوهرة الساحل، شبيه أنخيل دي ماريا صفقة النادي الأهلي تحت السن. السلام عليكم. ظهرت تقارير صحفية من خلال راديو AFM التونسي اللي بيقدمه اللاعب عمار الجمل مدافع النجم الساحلي السابق، اللي طلع وقال ان في رغبة قوية من النادي الاهلي انه ينهي صفقة التعاقد مع اللاعب محمد الضوي الشهير بكريستو، لاعب النجم الساحلي التونسي ونجم منتخب تونس للشباب، واللي كان في القائمة المبدئية لمنتخب تونس للتواجد في كأس العالم قطر. تشوف انت الضاوي راهو عنده نحكيوا اليوم فما بعض الكلام انه الاهلي المصري يعني تحب انت تدب الضوي، الاهلي المصري يعرف ايش يعمل، الاهلي المصري يعرف ايش يعمل، لكن توا بعض الكلام ولا حاجه سيريو؟ انا المعلومه اللي عندي اللي هي مش بعض الكلام، انه تم اهتمام رسمي حاجه رسميه مهتم به رسميا الاهلي المصري، مهتم به رسميا الاهلي المصري. المهم اتكلم وقال ان الصفقه ده تخلص من خلال تنازل النادي الاهلي عن اخر قسطين في فلوس قضيه سليمان كلوبالي، القضيه اللي بقالها 400 سنه دي، فاكرينها؟ المهم بعد ما سمعنا الخبر ده اصبح لازم نعرف مين هو اللاعب ده، علشان كده هنستعرض مع بعض كل ما يخص محمد الضوي الشهير بكريستو في الحلقة دي، أرقامه ومميزاته وعيوبه وأهدافه، وهنتكلم عن مسيرته كاملة متكاملة علشان نعرف هل هو هيقدر يقدم إضافة للنادي الأهلي ولا لأ. بس طبعا قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت توحد الله لا إله إلا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو مش عامل، وفعل زر الجرس علشان يجيلك إشعار بكل الحلقات الجديدة. ومعكم أخوكم طوفان أهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. الاسم محمد الضوي الشهير بكريستو، مواليد 14 مايو سنة 2003، يعني عنده 19 سنة في الوقت الحالي، يعني الأكيد إنه هيجي ويتأيد تحت السن. بيلعب حاليا في نادي النجم الساحلي، مركزه في الملعب وينج رايت وده مركزه الأساسي، ولكنه بيقدر يلعب ليفت وينج وبيلعب بلاي ميكر. قيمته التسويقية على ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، يعني ما يقارب ب 10 مليون جنيه مصري حاليا. محمد بدأ مشواره في ناشئين نادي النجم الساحلي، ثم تصعد للفريق الأول في سنة 2021. الموسم اللي فات ده لعب خلال الموسم ده 24 مباراة منقسمة ما بين البطولات، يعني قدر يلعب في بطولة الدوري مع الفريق الأول والفريق الثاني 17 مباراة بمعدل دقائق لعب 832 دقيقة، يعني تقريبا 9 مباريات، وقدر يسجل فيهم هدفين ويصنع هدف. كمان شارك في بطولة كاس تونس مباراة واحدة بمعدل دقائق لعب 38 دقيقة فقط، وطبعا ما سجلش. ولعب في دوري أبطال أفريقيا 6 مباريات بمعدل دقائق لعب 2061 دقيقة، يعني تقريبا 3 مباريات بحسب معدل الدقايق، وقدر يسجل هدف واحد فقط. الارقام دي بالنسبه لبدايه لاعب شاب لسه بياخد خطوات مسيرته حاجه مميزه انه يلعب في 4 بطولات مهمين لفريقه، وقدر يسجل اهداف، ودي بتديله ثقه ودفعه كبيره. وبشكل عام حصيله الموسم الاول ليه مع النجم لعب 24 مباراه بمعدل دقايق 1181 دقيقه، يعني تقريبا بحسب المعدل ده لعب 13 مباراه وقدر يسجل فيهم 3 اهداف وصنع هدف واحد فقط. وبعد انتهاء الموسم الاول قدر ياخد ثقة كبيرة في الموسم الثاني اللي لسه بادئ حاليا، وبادئ الموسم وهو عنده دفعة قوية انه يقدم مستوى مبهر للجميع، وبالفعل بدأ اساسي مع الفريق وقدر يكون لاعب مهم جدا مش لفريقه بس، لا هو من اهم لاعبي الدوري التونسي في الوقت الحالي، وواحد من هدافين الدوري. مش بس كده، وواحد من ابرز اللاعبين الصاعدين في الدوري التونسي، لان بعد 6 جولات اتلعبوا حتى الان في الدوري التونسي قدر يساعد فريقه انه يكون في المركز الاول، وده ما بيحصلش بقاله سنين وسنين. مش بس كده، كمان هو تاني هدافين الدوري، لانه لعب هذا الموسم 6 مباريات بمعدل دقائق لعب 505 دقيقة، يعني في ماتشات ما كانش بيكملها للآخر، ولكن قدر يلعب 6 مباريات وسجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفين، وده معدل ممتاز، يعني عامل 6 أهداف في 6 مباريات، ولسه في بداية الدوري، ولسه الدوري طويل، ولو كريستو كمل مع النادي هيعمل أرقام أكبر من كده بكتير، لأنه ما شاء الله مستواه في تصاعد كبير. وبكده يا صديقي تقريبا أنا قلت لك على كل أرقامه وإحصائياته اللي تمت سواء في الموسم اللي فات او حتى الموسم الحالي اللي احنا بنلعب فيه. هننتقل دلوقتي بقى علشان نشوف ابرز مميزات كريستو في الملعب وازاي يقدر يضيف للنادي الاهلي. بص يا سيدي، رقم 1 انه لاعب عنده كنترول مميز وهو معاه الكوره،
وفعلا الكنترول ده بيخليه مميز في الانطلاقات بالكوره من الخلف للامام، ولانه سريع فهو بيقطع مساحات كبيره في الملعب بالكوره، ولاعب هايل جدا فعلا، والدريبلينج عنده عالي. كمان هو عنده الحلول الفرديه عاليه جدا، لا عاليه يعني. لاعب حريف ولاعب من اللعيبه اللي تحب الكرة تجيلها علشان تستمتع بيه، لانه فعلا عنده حلول فرديه عاليه بشكل ممتاز، بيقدر يعدي 1 على 1 2 على 1، يعمل فنتات. لاعب ممتع فعلا، بس اهم حاجه فيه انه لاعب ايجابي، بيستلم الكرة ويروح على الجول. ورغم ان نسبه مراوغاته تتعدى 70% نجاح، يعني نسبه ممكن تقول عليها انه بيتحنكش كتير، والجزئيه دي بالتحديد هنتكلم فيها في نهايه الحلقه. ولكن رغم اللي انا بقولك عليه ده، هو لاعب ايجابي ولاعب بياخد الكوره ويكمل داخل منطقه الجزاء، او حتى بيتحرك بدون الكوره جوه البوكس علشان يبقى قريب من المرمى، وبيقدر يسجل لان تحركاته مميزه. كمان بيقدر يلعب في عده مراكز مختلفه، بيقدر يلعب وينج رايت وده مركزه الاساسي، وبيلعب وينج ليفت، وبيلعب بلاي ميكر، وممكن كمان توظفه في مركز 8 لانه لاعب بصير على اعلى درجه، لاعب سريع وحريف، ويقدر يعمل لك الربط بشكل ممتاز في نص الملعب، بالاضافه انه مسدد هايل على المرمى. ضيف على اللي انا بقوله لك ده انه بيقدر يعمل واجباته الدفاعيه بشكل مثالي، مش بس بيعملها تأدية واجب، لا هو دايما اداؤه في الملعب بيلعب برجوله، وبيرجع يدافع ويحاول يفتك الكوره بشكل كبير كمان. ولاعب فعلا ذكي على اعلى درجه، وحط تحت الكلمه دي خطوط كتير جدا، لانه ذكي في تحركاته وفي الحلول اللي محتاجها الموقف اللي هو فيه، وكمان فايق وواعي لنفسه في الملعب. يعني مثلا بص الكرة دي، الكرة جات له وهو معدي خط التسلل، يعني اوف سايد، يعني لو استلم الكرة الهجمة هتبوظ. ولكن بص هنا هو عمل ايه؟ رفع ايده على انه مش مشارك في الكرة، وزميله جه خد الكرة. بعد كده اول ما طلع من التسلل زميله بصله الكرة تاني علشان يراوغ ويعمل فينت ويسدد ويسجل هدف بفضل ذكائه، وانه عارف الموقف اللي هو فيه يستدعي ايه. فعلا دي حاجة مميزة جدا. وده كان الانطباع الاول اللي كونته عن اللاعب، لان اتفرجت على 3 مباريات فقط، واكيد مش الانطباع النهائي، اكيد ليه مميزات تاني وعيوب تانية، ولكن صعب تشوفها في مدة قصيرة زي دي. انطباعي ده كونته بعد 3 مباريات شفتها للاعب، بالاخص مباراة النجم الساحلي والهلال، ومباراة النجم الساحلي والاتحاد الرياضي، ومباراة النجم الساحلي والترجي، وقدرت اكون الانطباع ده. اما النقطة السلبية اللي قلت لك هنيجي ليها في اخر الحلقة، انه بيبقى مميز جدا لما بيوظف مهاراته لصالح الفريق. هتقولي دي نقطة سلبية؟ هقول لك نقطة سلبية لما بيحتفظ بالكرة كتير تحت رجله وبيبقى عاوز يلعب فردي. وطبعا اوحش حاجة من اللاعب الحريف اللعب الفردي في مواقف مش محتاجة ده. ولا انا في المثال مثلا عبد القادر حنكشة، لاعب عنده كل الامكانيات بس الايجابية في الضياع بسبب الحنكشة اللي عنده. بس لو هنتكلم عن كريستو هتلاقيه ان ايجابياته اكتر من سلبياته. ولكن السؤال هنا، هل هيستحمل اللعب في النادي الاهلي وهيقدر على منافسة فرق الدوري المصري اللي معظمهم بيرصوا الاتوبيس؟ طب هل هيقدر ينافس مع النادي الاهلي في ادوار متقدمة سواء في دوري ابطال افريقيا او حتى كاس العالم للانديه؟ اسئله كتير جدا لازم تسالها لنفسك. هتقول لي يا عم ده الدوري المصري اقل مستوى كوره في العالم، وانا هقول لك ان الدوري المصري افضل من الدوري التونسي، وش كده على طول. الموضوع مش سهل على فكره، تعرف لو هو انضم لاي فريق تاني في الدوري المصري هيتالق، لانه خامه ممتازه جدا محدش يختلف عليه. ولكن اللعب للاهلي ليه حسابات كتير بعيد عن خامة اللاعب الفنية، وهي معقول كتير دخلت النادي الاهلي وبقت في الضياع. عايز اقولك ان النادي الاهلي بيخش بطولات اكتر من النجم الساحلي وبينافس على كل البطولات، فدي برضو مرحلة صعبة على اللاعب لو جه النادي الاهلي. يا ريت ما نتسرعش وان شاء الله يأدي بشكل محترم، لانه فعلا لاعب امكانياته تقدر تضيف للنادي الاهلي، واعتقد يعني مركزه ده مفيهوش منافسين كتير، لان حسين الشحات بره الصوره بشكل كبير، ومفيش دلوقتي غير كريم فؤاد، وبيرسي تاو مصاب، فهو ممكن يخش بشكل تدريجي مع الفريق. وانا من وجهه نظري يعني السلبيه الوحيده اللي هزعل عليها جدا انه بيهدد وجود زياد طارق ومصطفى ميسي ورأفت خليل في النادي الاهلي في الفترات اللي جايه. عموما لنا حلقه تانية مع بعض لو اتاكدت وجود اللاعب في النادي الاهلي. خلاصه الحلقه دي ايجابيات الصفقه، لاعب مميز وحريف، سنه صغير، يعني ليه مستقبل فنيا وتسويقيا فيما بعد، والاهم هيتأيد تحت السن. واخيرا انت محتاج مركزه في الملعب، وهتضمه بالبلدي كده تخليص حق
بسبب ازمة كولوبالي. اما السلبيات بقى انه لاعب في بعض الاحيان بيحط الكرة تحت رجله كتير. وتاني حاجة السلبية اللي مش عجباني تماما انك هتضطر تطلع زياد طارق ومصطفى ميسي ورأفت خليل، ومش بعيد كمان تطلع حسين الشحات بسبب الصفقة دي. وبكده صديقي خلصنا حلقتنا. اتمنى تقول لي رأيك في اللاعب في الكومنتات، وتقول لي هل هو مفيد للنادي الاهلي ولا لا. وقبل ما تاخد القرار لازم تشوف العوامل اللي انا قلتها لك اثناء الحلقة. هل اللاعب ده يقدر يلعب في النادي الاهلي وينافس على مركزه؟ هل اللاعب ده افضل من زياد طارق وميسي وحسين الشحات ورأفت خليل؟ ولازم تشوف فرق الكواليتي ما بينه وما بين الناس دي علشان تقدر تاخد القرار المثالي. اتمنى يا صديقي قبل ما تقفل الحلقة تقول لي رأيك في الكومنتات تحت، وتوحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. واوعدك ان في حلقة تاني لمحمد كريستو وفيها تفاصيل كتير جدا عن الصفقة وازاي يقدر يضيف للنادي الاهلي، وازاي هيبقى في عوامل كتير تضر النادي الاهلي في نفس الوقت. وهنتكلم عن حاجات كتير جدا ان شاء الله في حلقة قادمة. كان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير، سلام.